ما هو علشان كده انت ما بتفهمش الافلام لما بتيجي تتفرج عليها. معظمنا لما بيجي يتفرج على افلام ويقرا السبتايتلز او الترجمه بالعربي بيحس ان هو هيعرف يقول الكلمه او المصطلح اللي مكتوب بالعربي لما بتيجي تفكر فيه، بس لما بتيجي تتفرج بتلاقيهم قالوا حاجه تانية خالص وانت تلاقي نفسك مش عارف. او لما بتتفرج ساعات بيقولوا هم كلمه بالانجليزي، لما بتيجي تقرا الترجمه بتلاقي ترجمه غير اللي في دماغك اصلا. والنهارده هقول لك السبب بقى. السبب يا صديقي ان الانجليزي الكلمه فيه ساعات بيبقى ليها اكتر من معنى. يعني لما اجي اديك مثال النهارده كلمه فاني، طبعا انت اول ما سمعت الكلمه دي لقيت نفسك بتقول فاني يعني مرح وجميل كده وظريف، ولكن فاني عاوز اقول لك ان هي لها معنيين كمان. فمثلا المعنى الاولاني لكلمه فاني غير المعنى اللي احنا عارفينه، ان هي معناها حاجه غريبه او حاجه غير متوقعه، زي مثلا تعب مفاجئ او حاجه حصلت بشكل غريب كده انا ما اعرفها. ثالث معنى غير المعنيين اللي احنا لسه متكلمين عنهم، ان في حاجه بتحصل تحت الترابيزه احنا مش واخدين بالنا منها ولكن يعني حاسين بيها. فبالتالي لما تيجي تتفرج على فيلم وتلاقي بيقولوا ام فاني وبيكشر او بيقول له there is funny business here، وانت اصلا فاكر ان المعنى الوحيد اللي فاني هو بس ان حاجه مضحكه ومسليه، فطبيعي مش هتفهم اللي هم بيتقولوا. وعلشان كده جبت لك النهارده الديكشناري بيحط لك كل المواقف والمعاني للكلمه الواحده بالنطق بتاعها وباكزامبلز منطوقه علشان تبقى فاهم المعنى والسيتويشن اللي بتتقال فيه. فبالتالي لما تيجي تذاكر كلمات بعد كده ما تذاكرش اول معنى اللي انت عارفه، ولكن محتاج تعرف كل المعاني الخاصه بالكلمه. لو عاوز الديكشناري ده اكتب لي كلمه ديكشناري في الكومنتس وهرد عليك بلينك الموقع على طول. قول لي بقى كلمه ايه او جمله ايه كنت فاكر ان هي ليها معنى واحد ولكن انا هقول لك على المعاني التانيه بتاعتها.